صباح الفل. ايه رأيكم لما نفتح التلاجة نلاقي قدامنا الخير ده والجمال ده بطريقة سهلة جدا، بإمكانيات بسيطة قوي، بتوفير التوفير، بطعم حلو قوي مضمون. علب الزبادي مالية التلاجة، سواء دلوقتي احنا في رمضان للصيام او لو عندك طفل صغير. كمان مضمونة وطعمها حلو جدا، وانتي عاملاها على ايدك تكة بتكة وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر وهنشوف هنعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هعلمك النهاردة ازاي تعمليها من غير لا جهاز بيسحب كهرباء كتير، ولا فرن ممكن يسخن منك ويبوظ، ولا هنسحب اي حاجة خالص. ده بالعكس، انا هوفر لك جدا وهوريك طريقة سهلة قوي قوي قوي. في الاول هجيب عندي كيلو لبن، اضمن ان هو لبن كويس حتى لو نسبة الدسم فيه ضعيفة، مهم انه ما يكونش عليه مية، ده المهم. 2، هغلي اللبن وهسيبه لحد ما يبرد. لحد اللبن ما يبرد هبدأ اجهز الكوبايات اللي هضيف فيها الزبادي. انا عندي هنا كيلو لبن، النهاردة عمل معايا 14 كوباية، من دونهم كوبايات حجم كبير. انتي اختاري الكوبايات اللي انت عايزاها، ممكن نعملها في فناجين القهوة، بلاش كوبايات بلاستيك عشان تكون صحية. هنا دي كوباية زبادي انا برضو عاملاها في البيت من قبل كده، وهي اللي هستخدمها النهاردة خميرة عشان اعمل بيها زبادي. لكل كيلو لبن بنحتاج علبة زبادي واحدة بس. لما جهزت الكوبايات بتاعتي هبدأ اضيف علبة الزبادي كلها على الكيلو لبن. اهم حاجة لازم تضربي بالويسك او ممكن حتى المضرب العادي في الخلاط كويس جدا، لازم تمتزج الزبادي كويس جدا مع الحليب. ولو انتي حابة تضيفي سكر ممكن تضيفي سكر مع اللبن، بس انا بفضلها سادة. وهعمل لكم قريب ان شاء الله الزبادي بالفراولة. اضربي كويس جدا. ابدأ املى الكوبايات بتاعتي كوباية كوباية. انا عندي هنا الكيلو عمل معايا 14 علبة زبادي، كل كوباية حوالي 80 جرام. ممكن تستخدمي كوبايات كبيرة، يعني ممكن بدل ما اعملهم 14 ممكن اعملهم 10، ممكن اعملهم 8، بس يكون الكوبايات حجمها كبير. وما تقلقيش، بتاخد نفس الوقت زي الكوبايات الصغيرة وبتطلع عندي زبادي ممتازة. خلاص انا جهزت ومليت العلب بتاعي. هبدأ بقى اجهز الصينية اللي هعمل فيها الزبادي، لان هعملها في صينية. هجيب الصينية اللي هعمل فيها الزبادي، يفضل تكون صينية عندك سيراميك او صينية بايركس عشان خاطر لما المية تقعد فيها فترة طويلة ما تزرقش. انا دي كانت صينية سيراميك عندي، وللأسف انا ما بنصحش اي حد يشتري السيراميك لان هو بيبوظ بسرعة. بس هنا عندي الصينية سمكها عريض، وهي دي هتنفع معايا كويس جدا لانها تحتفظ بالسخونة، وطبعا اي صينية متاحة عندك تنفع. اضيف هنا تلتها ميه وادفيها على النار بحيث درجه الحراره فيها توصل لحوالي 35 درجه، يعني تبقى سخنه بس مش سخنه قوي. وهبدا اضيف فيها كوبايات الزبادي واسيبها على النار. اول ما درجه الحراره توصل عندي لحوالي 35 درجه هطفي عليها النار واغطيها بغطا واسيبها لمده 5 ساعات. بعد ما يعدي 5 ساعات او ممكن اسيبها من بالليل للصبح، هفتح عليها الاقيها ما شاء الله بقت جميله معايا قوي وصحيه وحلوه جدا بطريقه سهله. جربيها واعمليها، ما اعتقدش ان في اسهل من كده، والطعم هيعجبكم قوي قوي، لان سبحان الله بيبقى نكهتها احلى واطعم من اللي جايه من بره بكتير جدا. وعلى فكره ممكن احتفظ بيها في التلاجة لمده اسبوع مش بيحصل لها اي حاجه. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، وبوش جميله قوي وطعمها حلو جدا. وبكده نكون عملنا الزبادي باسهل طريقه ممكنه ممكن تعمليها بيها. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي وشير ولايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية، وربنا يفرج قلب اخواتنا في فلسطين. كده اول ما اتعملت ما شاء الله شوفوا جميلة ازاي. اعملي حاجتك في البيت، اعملي وفرحي اولادك بطريقة سهلة جدا، وتابعيني هتستفيدي كتير قوي. وربنا يملى بيوتنا بالخير والبركة والسعادة، على الاقل مضمونة. وانتي عارفة كويس اوي هي معمولة ازاي، مش متضاف عليها لبن بودرة ولا بودرة سيراميك ولا اي حاجة من الحاجات اللي بنسمع عليها. تحفظي بيها في التلاجة، هتقعد معاكي اسبوع او اكتر.
شكل التلاجة يبقى حلو قوي لما افتحها كده والاقيها ما شاء الله مليانة حاجات حلوة. دمتم يا رب دايما بخير وسعادة.